مش ليه نفسي اعمل اكل النهارده. السلام عليكم. كشري ابو شحطوط. طب يا فندم لو سمحت انا عايزه علبتين كبار كشري وثلاثه صغيرين. العلبه الكبيره بكام؟ ب 75. والصغيره في ب 35 وفي ب 40 وفي اكبر من 75. في ب 100 وفي اغلى كمان. اه هي ليه الاسعار غاليه كده؟ عشان الدولار غالي؟ طب تمام شكرا هكلم حضرتك تاني. ليه علبه الكشري ب 35 صغيره و 75 الكبيره او الوسط؟ طب يلا بينا بقى نعمله في البيت، وهوريكم ان الكشري بتاعي انا هيبقى احسن من كشري ابو شحطوط بمليون مره، وانت اللي هتقولوا رايكم تحت في الكومنتات. تعالوا بينا نعمل الكشري مع بعض في نص ساعة بالظبط، مش هنتأخر فيه، بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نبدأ. أول حاجة معانا هنعملها مع بعض هنحمر البصل. طبعا أنا مقطعاه حلقات، وبعد كده نحط عليه معلقة نشا كده اهو، بس عشان ميكونش كتير. ونقلب كده البصل في بعض. بس كده، وكده جاهز معانا للتحمير. تمام كده مية مية. نجيب بقى طاسة ونحط زيت. كده الزيت سخن معانا، ننزل بقى بالبصل. بس واحنا بننزل بالبصل كده نحاول نفرد ايه، ما نلزقهوش في بعضه عشان ما يمسكش في بعض. بس كده احنا مش عايزين البصل بتاعنا يغمق اكتر من كده، فنشيله بقى. طبعا انا كنت بشيل البصل بايد وبصور بالايد التانية، فاعذروني بقى لو حاجه وقعت على البوتاجاز. احنا ما نحاولش ان احنا نسيب البصل يغمق اكتر من كده عشان بيمرر ويبقى طعمه مش حلو. ما تقوليش الزيت كتير، لان الزيت ده احنا هنعمل بيه الكشري كله. وهنا بقى جبنا حله فاضيه حطينا فيهم حبه زيت من اللي احنا قلينا بيه البصل، وبعد كده هننزل بمعلقه توم، ونبدا نقلب كده في التوم لحد ما يبدا يصفر معانا صفار خفيف، ده ما يغمقش معانا عشان التوم ما يمررش. وبعد كده ننزل بالطماطم. ما حدش يقول لي ان الطماطم كتير، عشان هتشوفوا في الفيديو دلوقتي احنا هنعمل بيه ايه. بعد كده بتبل بملح وفلفل اسمر وكمون، هي دي التوابل اللي بحب احطها لصلصه الكشري. واقلبها بقى ونغطي كده الحله، وكده احنا خلصنا الصلصه. تعالوا بينا بقى نعمل الرز. برضك هنحط حبه زيت من اللي احنا قلينا بيه البصل، واسيب بقى الزيت يسخن معايا شويه، وبعد كده هنزل بكوبايه شعريه واقلب فيها بقى كده لحد ما تاخد كده اللون الذهبي اللي احنا عايزينه ده. الشعريه ما تغمقش معايا عشان ما تغمقش الرز. واكون مجهزه الرز معايا وغسلاه كويس ومصفياه كويس جدا. هنا عامله 4 كوبايات رز، هنزل بالرز كله، مش هسيب حبايه رز واحده، الرز غالي. كده نزلت بكل الكميه اللي معايا. هقلب بقى كده الرز مع الشعريه كويس جدا. وبعد كده نحط العدس ابو جبه. طبعا انا كنت غسلته كويس ونقعته في ميه مغليه، وسبته كده لمده ساعتين لحد ما بدأ كده يطري معايا شويه. وبعد كده سقطته على الرز واقلبهم. هحط بقى ملح وكمون، ده بس اللي بحب احطهم في الرز، ملح وكمون، واشوحهم مع بعض كده شويه. وبعد ما شوحناه كويس ننزل بقى كده بالميه. انا هنا حطيت 5 كوبايات ميه، زودت كوبايه من عندي عشان يستووا كويس مع بعض. وبعد كده هقلبها كويس ونغطي الرز بقى ونسيبه يستوي براحته. تعالوا بينا بقى نسلق المكرونه. هنا حطيت حبه زيت على ميه المكرونه، واحط حبه ملح. وبعد كده ننزل بالمكرونه. معانا مكرونه سباكيتي، ومعانا مكرونه هنا حطيت كيس مكرونه صغيره وكيس مكرونه معوج، اللي هي المكرونه المعوجه دي. بس كده هي دي المكرونه اللي انا استخدمتها النهارده في الكشري. واقلبها كويس كده عشان المكرونه ما تلزقش في بعض، مع ان انا حاطه زيت اصلا. تعالوا بينا بقى ما اوريكم جمال الصلصه. الصلصه اتسبكت معانا كده وبقت مية مية. شايفين جمالها وشايفين لونها؟
الله على الريحة، الله كنت اتمنى تبقوا معايا وتشموا الريحة. كده ندفع لها النار بقى، وكده الصلصة خلصت معانا. تعالوا بينا بقى نعمل الدقة. هنحط بردك حبة زيت من الزيت اللي احنا قلينا بيه البصل، وبعد كده معلقة توم لحد ما التوم يبدأ يدبل معانا، ما يصفرش ولا اي حاجة. وبعد كده نحط معلقة كمون كبيرة. الله بقى على ريحة الكمون كده مع التوم، بجد خرافة. الطبق ده كان بقى حبة توم، فقلت حطهم حرام يعني. وبعد كده نحط كده ربع كوباية ليمون وربع كوباية خل، ونقلب كده مع بعض. الله على ريحة الدقة كانت جميلة. ورشيت بقى حبة ملح وبصوت عشان ما تحدقش معانا. وبعد كده هننزل بايه بقى، كده الدقة المفروض بتاعتنا خلصت، بس احنا الدقة بتاعتنا مش عادية، هنخليها بقى حاجة تانية خيال. هنحط بقى حبة صلصة، بجد حبة الصلصة دول في الدقة بيخلوها حاجة تانية. وكده الدقة بتاعتنا خلصت. هنا بقى كده المكرونة بتاعتنا اتسلقت، فحبيت احط حبة زيت بردك من اللي احنا قلينا بيه البصل، وهقلبها كده. وبعد كده هحطها في الحله. تعالوا بينا بقى نعمل الشطه. هنا بردك هنحط اخر حبه زيت معانا. شايفين بقى ان الزيت بتاعنا مش كتير ازاي، عملنا بالكشري كله. ده هنا الزيت سخن معانا، وهكون مقطعه قرن فلفل حراق، وهفضل اقلب فيه شويه كده لحد ما الفلفل يدبل معانا. وبعد كده معلقه شطه بقى. انتوا هنا هتعطسوا عطس، انا قعدت اعطس هاتشي كل شويه من الريحه. طبعا ما تخلوش الشطه تبقى تتحرق على النار. فانا اول ما حطيتها كده دوبك تقلبتين اتنين، ورحت نازله بالصلصه. هسيبها كده بقى مع بعض كده يتجانسوا مع بعض شويه على النار. حبه ملح بسيط جدا، وبعد كده هقلبهم. وكده احنا خلصنا الشطه بتاعتنا. شايفين الجمال بقى، الشطه بتاعتنا بجد كانت حراقه قوي. تعالوا بينا بقى اوريكم جمال الرز المفلفل وحلاوته. يا جماله يا جماله. شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين الكشري اللي على اصوله ولا المكرونه بقى؟ بصوا شايفين مش ماسكه في بعض ازاي، مفلفله المكرونه ومية مية، عشان انا حطيت فيها زيت وقعدت اقلبها وهي بتتسلق عشان ما تمسكش في بعض. ولا جمال الصلصه بقى اللي سبكناها مع بعض. وبعد كده بقى نحط حبه بصل كده اللي احنا حمرناه. قولوا لي بقى ايه رايكم تحت في الكومنتات. وقبل ما نختم الفيديو تعالوا بينا نصلوا على حبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبس خلصنا طبق الكشري. يا جمال يا جمال. وشايفين الجمال والحلاوه، ما تاخرناش، هي نص ساعه بالظبط. اظبط الساعه كده وهتشوف ان هو بالظبط. شايفين الجمال والحلاوه. تعالوا بقى ندوق ونحط دقه. الله على جمال الدقه بتاعتنا. الله، الدقه دي مش عاديه، دي دقه شريك جديده. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. ونحط بقى معلقه شطه من دي موحوحه حراقه قوي. يا جماله يا جمال. وشايفين المنظر ده. ونقلب قلب 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 كده ونقول بسم الله بسم الله. بجد طعمه خيال. ولا تقولوا لي كشري ابو طارق ولا كشري التحرير، كشري شري هو الاصل. انصحكم تجربوه.